السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشاهدينا أهلا ومرحبا بكم إلى الحصاد الرياضي نقدمه لكم من قناة بي إن سبورتس الإخبارية في قطر، والبداية بأبرز العناوين. ويست هام يونايتد يقلب تأخره إلى فوز على مضيفي ليدز في افتتاح الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز. ومانشستر يونايتد يأمل في التعويض محليا أمام جاره السيتي في ديربي المدينة بعد خيبته الأوروبية. بعد بلوغهما ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا، ريال مدريد يأمل في إلحاق الهزيمة الأولى بمتصدر الدوري أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية. ورابطة الدوري الفرنسي لكرة القدم تلغي عقد شراكة حقوق البث التلفزيوني مع شركة ميديا برو وسط توقعات بأزمة مالية على الدوري الفرنسي. أهلا بكم. عاد ويست هام يونايتد إلى سكة الانتصارات بعد أن قلب تأخره إلى فوز على مضيفي ليدز ب2-1 في افتتاح الجولة 12 من الدوري الإنجليزي الممتاز، ليرتقي الهامرز مؤقتا إلى المركز الخامس. ليدز يونايتد دخل أرض بيته ورغبته الفوز عندما استقبل ويست هام يونايتد الذي يقاسمه الرغبة ذاتها. الدقائق الأولى للشوط الأول كانت شاهدة على حصول ليدز يونايتد على ركلة جزاء انظر لها ماتيوس كليخ، لكنه أضاعها بعد تدخل الحارس فابيانسكي، لكن قوة القانون هنا طبقت بحذافيرها من خلال الحكم الذي منح كليخ فرصة أخرى للتسجيل، هو الشيء الذي كان راء منح ليدز يونايتد هدف السابق. ويست هام حاول العودة في المباراة من خلال لاعبي سيباستيان هالر، لكنه لم ينجح في ذلك. ضغط ويست هام ورغبته في التهديف استمرت إلى أن تمكن لاعبو توماس سوتشيك من تعديل النتيجة برأسية دقيقة. الدولي الجزائري سعيد بن رحمة حاول بدوره أن يكتب اسمه في سجل الهدفين، لكن تسديدته مرت دون جديد في الشوط الأول. في الشوط الثاني واصل سيباستيان هالر بحثه عن تسجيل الهدف، لكن تركيزه لم يكن كافيا لتحقيق ذلك. بعدها حاول بن رحمة من بعيد، لكن كرته فوق المرمى. المتألق سعيد بن رحمة عاد مرة أخرى ليعلن عن نفسه، لكن حظه كان عاثرا بمرور كرته محاذية للمرمى. كان ذلك قبل أن يتمكن زميله المدافع أنجيلو أوكبونا من تدوين الهدف المبحوث عنه بطريقة رائعة عندما ارتقى فوق الجميع، معيدا فريقه إلى سكة الانتصارات بفوز صعب خارج الديار. بعد خيبة أمل الإقصاء من دوري الأبطال وسط الأسبوع، يبحث مانشستر يونايتد عن ردة فعل عندما يستقبل جاره السيتي في ديربي المدينة. الضغوطات قد تكون كبيرة على أولي جونار سولشاير، لكن سجله المميز في مواجهات الديربي قد يمنح جماهير اليونايتد الثقة. المزيد من التفاصيل في سياق تقرير مراسلنا زياد منصور. مرة أخرى يجد مانشستر يونايتد نفسه وهو يندم على خيبة أمل جديدة. الإقصاء من دوري الأبطال كان مؤلما بالنسبة للشياطين الحمر بعد أن بدأوا المسابقة بشكل مثالي قبل إهدار الفرصة للتقدم أكثر. المعنويات قد لا تكون مثالية في التحضير لمباراة كبيرة كدرب المدينة، لكن سولشاير يعتقد بأن هذه المواجهة التي يحتاجها فريقه الآن. مجموعتنا كانت متقاربة وتم تحديدها بفوارق بسيطة، وهذا كان واضحا في معظم المباريات. السفر كان طويلا للعودة إلى هنا واحتجنا ليوم للتعافي، لكن التركيز كان جيدا بعد ذلك، وهو كان منصبا على مباراة الديربي، وهي نوعية المباريات التي يحتاج إليها اللاعبون، لأنها أفضل مواجهة يمكننا طلبها بعد خيبة أمل مثل التي مررنا بها، لأن إقصاء كهذا يبقى في تفكيرك. ومع كل نتيجة مخيبة ليونايتد، فإن الحديث يبدأ مباشرة حول مصير سولشاير مع الفريق.
لكن إدارة النادي تستمر دائما بتأكيد ثقتها بالمدرب النرويجي الذي يعرف بدوره بأنه لا يمكن التهاون إن كنت مدربا لأحد أكبر أندية البلاد. هناك ضغط عليك دوما حين تكون مدربا لمانشستر يونايتد، وهذا أمر فكرت فيه حين قبلت المهمة، وقد سألت نفسي إن كنت أملك الصفات المطلوبة لأكون في هذا المركز، إن كنت قادرا على التعامل مع خيبات الأمل والنجاح. أعتقد بأنني قادر على ذلك بشكل جيد. أنا محاط بطاقم عمل مميز يساعدني وأتناقش معهم دوما، والحوار مع إدارة النادي مستمر طوال الوقت، والحوار مفتوح بيننا. الفوز ذهابا وإيابا الموسم الماضي كان في صالح سولشار ويونايتد ليكون النرويجي جزءا من مجموعة صغيرة جدا حققت الانتصار ذهابا وإيابا في الدوري أمام فريق يدربه بيب غوارديولا. ورغم ذلك فإن المدرب الإسباني يملك تفاهما كاملا لما يمر به نظيره. نحن ندرك هذا الكلام، ولهذا نحصل على رواتب عالية كي نتعامل مع ظروف كهذه. من المهم تقدير قيمة سولشاير مع يونايتد، وأنا لا شك لدي في ذلك. هو ليس بحاجة لدعم مني لأنه قوي بما فيه الكفاية ويعرف كيفية التعامل مع مهنتنا. حيث نحقق الانتصارات فإننا عباقرة، وحين نخسر فيجب إقالتنا. يونايتد يتقدم على السيتي في جدول الترتيب لأول مرة قبل الداربي منذ عام 2015، وإن كان سجلهم خارج الديار مثالي في الدوري الممتاز، فإن مشكلتهم تتلخص على ملعبهم الذي لم يسجلوا فيه سوى 3 أهداف حتى الآن، كما أن 6 من الدربيات ال8 الأخيرة انتهت بفوز الفريق الزائر بها. البحث عن ردة فعل عبارة باتت مرتبطة بمانشستر يونايتد هذا الموسم بعد كل خسارة وخيبة أمل. البحث عن ردة فعل مطلب مجددا بالنسبة لمانشستر يونايتد في مواجهة السيتي في داربي المدينة في مباراة قد تحمل نتيجتها تبعات عدة. زياد منصور، بي إن سبورتس، من خارج ملعب أولد ترافورد. توج البرتغالي برونو فرنانديش لاعب مانشستر يونايتد بجائزة أفضل لاعب في شهر نوفمبر بالدوري الإنجليزي الممتاز. فرنانديش الذي حصد الجائزة للمرة الثالثة هذا العام بات أول لاعب منذ عام 2017 يحصد الجائزة 3 مرات خلال عام واحد. البرتغالي أكد كاي هافرتز مهاجم تشيلسي أن مباراة فريقه أمام إيفرتون ستكون صعبة، لكنهم مطالبون بالفوز بها للبقاء ضمن أندية المقدمة. هافرتز عبر في الوقت ذاته عن سعادته بتسجيل اسمه في قائمة هدافي الفريق على أمل مواصلة ذلك في المستقبل. وذهبت جائزة أفضل مدرب في شهر نوفمبر للبرتغالي جوزيه مورينيو مدرب توتنهام لينالها للمرة الرابعة في مشواره. مورينيو قاد فريقه ل3 انتصارات وتعادل خلال شهر نوفمبر، يصبح أول مدرب للفريق اللندني يحصد الجائزة منذ أبريل 2017. قال مدرب ليفربول يورغن كلوب إن كل من ساندوا الاعتماد على تقنية الفيديو المساعد أو الفار لم يفكروا في الوقت المستغرق لاتخاذ القرارات الصحيحة، متسائلا كم يأخذ اتخاذ القرار الصحيح من وقت اللعبة التي نحب. هذه واحدة من الأشياء التي لا أحبها. لعبنا في ميتيلاند وكان البرد قارصا. اتخذ الحكم 3 أو 4 قرارات في أقل من 12 دقيقة. كان الجو باردا للغاية. بالطبع إن الوضع في دوري الأبطال لم يكن أفضل في كيفية التعامل مع الأمر. هنا في البلد لماذا يقول الواحد إن الوضع جيد؟ على هذا النحو نحن ننتظر ونتوقف عن الاحتفال بعد تسجيل الأهداف. نقع في التسلل بأقل من مليمتر. الكثير من الأمور اختلفت عن قبل. هذه هي الحقيقة. كنت مؤيدا لتقنية الفار لأنني أعتقد أنه من الجيد اتخاذ القرارات الصحيحة، لكنني لست واثقا من أننا فكرنا جميعا بالأمر. كم من الوقت قد يستغرق اتخاذ القرارات الصحيحة؟ كم سيأخذ هذا من وقت اللعبة التي نحب؟ الأمر لا يتعلق بالقرارات التي تتخذ ضدنا، بل بشكل عام بعض الأمور ليست كما كانت من قبل. أعتقد أنك بحاجة للتحسين عند التغيير، لكن هذا ليس الحال هنا. مدريدي مرتقب على ملعب ألفريدو دي ستيفانو في قمة الجولة 13 من الدوري الإسباني. المتصدر أتلتيكو مدريد يريد المواصلة على نسق نتائجه الإيجابية المتتالية في الليغا، بينما يسعى فريق زين الدين زيدان لتأكيد انتصاره في الجولة الأخيرة بإشبيليا. مراسلنا جمال جبلي وقراءة في ديربي مدريد.
المواجهات بين ريال مدريد وأتلتيكو مدريد كانت في معظمها تؤول للميرنغي سواء في البرنابيو أو في فيسنتي كالديرون، لكن الأمور تغيرت مع وصول دييغو سيميوني، بحيث بدأ بانتزاع كأس ملك إسبانيا من الريال على أرضه في البرنابيو عام 2013، ومنذ ذلك الحين قربت النتائج إلى التوازن بين الفريقين، ولم تعد تلك السيطرة المطلقة سائدة من جانب المدريد. ولا شك أن الريال وغريمه برشلونة ليس في أحسن أحوالهما، مما يجعل من الأتلتي مرشحا رغم أن الليغا لم تنتصب بعد. نعم بالتأكيد، وهذا ما هو بصدد تأكيده. هو فريق ما يقوم به في الملعب يقوم به بشكل جيد مع الانتصارات، فقد كان دائما فريقا تنافسيا وهو اليوم في الصدارة. أتلتيكو مدريد في أحسن أحواله في الليغا، ولا شك أنه الأحسن ب7 انتصارات في مبارياته ال7 الأخيرة، وحتى إن كانت نتائجه أقل على الصعيد الأوروبي إلا أنه وجد ما يكفيه من طاقة للفوز في سالزبورغ وبلوغ ثمن النهائي دور الأبطال. الحديث نفسه لا ينطبق على ريال مدريد الذي يفتقد إلى استقرار في الأداء، مع ما لذلك من انعكاس على النتائج، حيث يخسر مع الصغار فيما تعملق مع الكبار أداء ونتيجة، على غرار ما فعل في المرحلتين الأخيرتين من الليغا بالفوز على إشبيليا في سانشيز بيزخوان، وفي دور الأبطال على بوريسيا مونشنغلادباخ ليتأهل إلى ثمن النهائي متصدرا مجموعته، مما يجعل دييغو سيميوني أكثر حذرا قبل الانتقال إلى ملعب ألفريدو دي ستيفانو. مدريد تحسن في المباريات الأخيرة وقدم مباراة جيدة في إشبيليا مع حصانة دفاعية. دييغو سيميوني جعل أتلتيكو مدريد فريقا يخشاه الجميع محليا وأوروبيا بأسلوب وطريقة أصبحت تدرس، فهل استلهم منه زيدان؟ وعلى العكس، ما رأي أتشولو في زيدان؟ عندما كنت أدرس لأصبح مدربا تعلمت أن أكون أنا، وفي الأخير كل واحد منا له عيوبه وميزاته. هو يبعث الأمان والثقة، وقد كان مدربا يفوز والآن كذلك. طلع إليه أنصار الفريق قبل ذلك هو الخروج بالنقاط الكاملة من معقل الجار ريال مدريد. حسن سالم بإن سبورتس من داخل المدينة الرياضية لأتلتيكو مدريد بماخداوندا. أما الآن مشاهدينا فإلى سؤالنا لليوم، وهو كالتالي: هل تعتقد أن حامل اللقب ريال مدريد قادر على إلحاق الهزيمة الأولى بمتصدر الليغا أتلتيكو في ديربي العاصمة الإسبانية؟ ننتظر تصويتكم بنعم أو لا على الحساب الرسمي لبين سبورتس الإخبارية في تويتر، وبإمكانكم أيضا أن تشاركون آراءكم من خلال تعليقاتكم على صفحة التصويت.